أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا في الاقتصاد، وهو الناتج الإجمالي المحلي. هنتكلم عن نوعين من الناتج الإجمالي المحلي: الناتج الإجمالي المحلي الاسمي والناتج الإجمالي المحلي الحقيقي، وهنعرف إيه الفرق بينهم. ببساطة، الناتج الإجمالي المحلي الاسمي هو القيمة الإجمالية لكل السلع والخدمات اللي تم إنتاجها في البلد خلال فترة زمنية معينة، بس بالقيمة اللي اتدفعت وقتها، من غير ما ناخد في الاعتبار أي تغيرات في الأسعار أو التضخم. أما الناتج الإجمالي المحلي الحقيقي فهو بيقيس نفس السلع والخدمات، لكن بعد ما نصحح أي تغيرات في الأسعار أو التضخم. يعني بنشوف القيمة الحقيقية للمنتجات والخدمات بغض النظر عن التغيرات في الأسعار على مر السنين. كمان هنشرح إيه هو النمو الاقتصادي. النمو الاقتصادي هو ببساطة زيادة في الناتج الإجمالي المحلي للبلد على مر الزمن، وده بيتم حسابه بإننا نقارن الناتج الإجمالي المحلي الحقيقي في فترة زمنية معينة بالناتج الإجمالي المحلي الحقيقي في فترة سابقة. تابعونا في الفيديو ده علشان تعرفوا تفاصيل أكتر وأمثلة عملية تشرح الموضوع بشكل أوضح. خليكم معانا. هنتكلم دلوقتي على قصة ظريفة كده، وعايز أسألك على سؤال قبل ما نتكلم فيها. هنتكلم على ما يعرف بالناتج المحلي الإجمالي الاسمي والناتج الإجمالي المحلي الحقيقي. تعالى كده نبص على نفس الدولة بتاعتنا اللطيفة اللي هي كانت بتنتج تفاح وخدمات حلاقة. لو ما كنتش شفت الفيديو الأولاني ضروري ترجع تشوفه. كان إنتاجها من التفاح سنة 2019 هو عبارة عن 1000 طن، واتفقنا الطن ب$100، فبالتالي إجمالي 10,000 و2000 عملية تصفيف شعر في 8 ب$16,000. المجموع بتاعنا بتاع الجي دي بي في 2019 كان ب$26,000. في 2020 الرقم بقى $32,000. وهنا يجي السؤال: الدولة ديت اتحسنت اقتصاديا، تقدمت اقتصاديا ولا لا؟ للوهلة الأولى هيبان لنا طب ما الجي دي بي زاد، ومعنى إن الجي دي بي زاد معنى كده إن إنتاجنا زاد، ومعنى كده إن إحنا اتقدمنا اقتصاديا خطوة لقدام. لكن لو إحنا بصينا على الأرقام بشكل أكثر دقة هنلاقي إن الكميات هنا ثابتة. يعني إحنا في 2019 كان 1000 طن تفاح و2000 عملية تصفيف شعر، وفي 2020 كان 1000 طن تفاح و2000 تصفيف شعر. يبقى إيه اللي اتغير؟ اللي اتغير هو السعر، فظهر بشكل تخيلي إن الجي دي بي هو اللي زاد أو إنتاجنا هو اللي زاد، لكن في الحقيقة إن الأسعار هي اللي زادت، وده اسمه نومينال جي دي بي أو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، وهو الحقيقة بيستخدم كتير. فلازم حضرتك وانت بتقرأ الأرقام تبقى عارف هل ده الجي دي بي الاسمي ولا ده الجي دي بي الحقيقي. طيب ايه فكرة الجي دي بي الحقيقي؟ فكرته ان انا بثبت أسعار سنة معينة وابتدي احسب الكميات بالطريقة اللي احنا شفناها من شوية. بمعنى لو في المثال بتاعنا اللي فات بدل ما استخدم أسعار 2019 في 2019 و2020 في 2020، لا، هختار سنة معينة ولتكن مثلا سنة 2000، وهستخدم الأسعار بتاعتها في حساب كل الكميات للسنوات المتتالية. وبكده يبقى الأسعار ثبتت والمتغير الوحيد هو الكميات. وبكده يبقى عندي ما يعرف بالريل جي دي بي أو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. الحقيقة الشكل بتاعنا ده بيورينا الفرق ما بين الناتج المحلي الإجمالي الاسمي والناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الولايات المتحدة ما بين سنة 1991 لحد 2001. لو لاحظتوا المنحنى هتلاقوا ان دايما النومينال جي دي بي اعلى من الريل جي دي بي. طب ليه؟ ده لان النومينال جي دي بي متضخم بالاسعار، بينما الريل جي دي بي هو فقط التغير في الكمية. الحقيقة المؤلف بتاعنا بيشبه الموضوع كأنه بالون كبير. البالون الكبير اللي منفوخ على الفاضي هو النومينال جي دي بي، بينما الحجم الحقيقي هو الريل جي دي بي اللي ما فيهوش تغير في الاسعار. فوانت بتقرا الارقام حاول ان انت تشوف هل احنا بنتكلم على النومينال جي دي بي ولا بنتكلم على الريل جي دي بي. يعني هل احنا بنتكلم على ناتج محلي اجمالي حقيقي ولا بنتكلم على ناتج محلي اجمالي اسمي. تعالوا نتكلم على رقم تاني مهم جدا فيما يتعلق بالاقتصاد الكلي. احنا كده اتكلمنا على الرقم الاساسي اللي هو الناتج المحلي اجمالي. دلوقتي احنا هنتكلم على فكرة النمو الاقتصادي. كتير من الاحيان حضرتك بتسمع في الاخبار وفي الصحف وفي المواقع الالكترونية عن رقم النمو الاقتصادي. بيقولك النمو الاقتصادي العالمي بيتراجع والنمو الاقتصادي العالمي بيزيد، إن دولة ما عملت قفزة في النمو الاقتصادي. ده طبعا رقم مهم جدا لأن الرقم ده بيأكد على نجاح السياسات الاقتصادية من عدمها. طبعا النمو الاقتصادي هو الناتج عن كل القرارات الاقتصادية. احنا كل القرارات الاقتصادية اللي احنا بنستخدمها أحد أهدافها الأساسية إن أنا عايز أعمل نمو اقتصادي،
بمعنى ان انا عايز ازود الانتاج وبالتالي دخول المجتمع تزيد وبالتالي المجتمع يكون في مستوى معيشي افضل. طيب رقم النمو الاقتصادي او الايكونوميك جروث بيتحسب ازاي؟ في البداية هو عبارة عن التغير في الناتج الإجمالي الحقيقي ما بين سنة لسنة تانية. فلو كان الناتج الإجمالي الحقيقي بتاع السنة ديت 100 مليار والسنة اللي بعدها أصبح 102 مليار، يبقى أنا عملت نمو اقتصادي ب 2%. الخريطة ديت صادرة عن البنك الدولي بتورينا النمو الاقتصادي في العالم سنة 2018. يعني عندي مثلا لو احنا بصينا على مصر هنلاقي ان مصر من الدول اللي فيها نمو اقتصادي عالي بالنسبة يعني لباقي دول العالم، لان مصر جزء من ما يعرف بالاقتصاديات الناشئة. الكلام ده برضو بينطبق على الهند، ينطبق على الصين، ينطبق على اثيوبيا، ينطبق على مناطق من اوروبا. ولو احنا بصينا على الاقتصاديات المتقدمة زي امريكا وكندا واستراليا هنلاقي ان هم في النمو الاقتصادي المتوسط. الاقتصاديات المتقدمة لا تنمو بخطى سريعة لانها كبيرة قوي، فعلشان تزود الناتج المحلي انت محتاج ارقام ضخمة جدا في الزيادة في الانتاج، على عكس الدول الناشئة ان ارقام الناتج المحلي بتاعتها بتبقى صغيرة. فاي تحرك بالزيادة لفوق في الانتاج بيؤدي لنسب عالية. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو التاني من كورس الاقتصاد. النهاردة اتكلمنا عن الناتج الإجمالي المحلي الاسمي والحقيقي وفهمنا الفرق ما بينهم، وكمان عرفنا يعني إيه النمو الاقتصادي وإزاي بنحسبه. لو عندكم أي استفسارات أو أسئلة ما تترددوش إنكم تسيبوها في التعليقات وأنا هرد عليكم بأسرع وقت. وما تنسوش تتابعوا الفيديوهات الجاية من الكورس علشان نكمل رحلتنا في فهم أساسيات الاقتصاد. شكرا جدا لمتابعتكم واستنونا في الفيديوهات الجاية. سلام.